تعتبر مغارة هرقل أكبر مغارات إفريقيا، وتستقطب المغارة العديد من السياح منذ اكتشافها عام 1906. وتطل المغارة المحيط الأطلسي غير بعيد عن بوغاز جبل طارق، حيث تلتقي مياه البحر الأبيض المتوسط بمياه المحيط الأطلسي. وتنتمي إلى مجموعة مغارات منطقة الشقار التي يعود تاريخ استيطانها إلى 5000 عام قبل الميلاد. ومغارة هرقل عبارة عن كهف عميق تتكسر عليه أمواج البحر عند كل مد، وينفذ إليه الزوار في عتمة ما تربت حتى تنجلي عن فتحة النور، وهي نافذة تحت الجبل تطل على مياه الأطلس، وترسم خريطة أشبه ما تكون بخريطة إفريقيا. ويشكل الدخول إلى المغارة عالما من الغموض تغطيه الأسطورة القديمة عن تاريخ المغارة، والتي تقول إن أفريقيا كانت متصلة بأوروبا، وتفصل هذه المنطقة المتوسطة ببحر الروم أي البحر المتوسط عن بحر الظلمات أي المحيط الأطلسي. ولما كان الأطلس ابن نبتون 3 بنات يعيشن في بستان يطرح تفاحا ذهبيا ويحرسنه وحش، قاتله هرقل وهزمه. لكن هرقل في غضبة من غضبات الصراع ضرب الجبل فانشق لتختلط مياه المتوسط الزرقاء بمياه الأطلس الخضراء، وتنفصل أوروبا عن إفريقيا. ثم يزوج هرقل ابنه سوفاكيس لإحدى بنات نبتون ليثمر زواجهما بنتا جميلة أسموها طانجيس، ومنها جاء اسم مدينة طنجة. مرحبا بكم مغارة أشقر. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. مرحبا بكم معايا هنايا في مغارة أشقر. صراحة شحال وانا باغي نصور هنايا وما كتبش شحال من مرة كيوقع شي عكوسات شي حاجة بحق اليوم صافي جا الوقت ديالها باش نصوروها. عارف بزاف الناس كيعرفوها ولكن عرفت واحد التغيير، فبما جينا نصوروها لكم بطريقة أخرى بطريقة جديدة ففيها خير. شحال هادي ما صورناهاش، دابا نصورها صراحة مشيت تصور واعر، فخليكم معنا نستكشفوا كاملين بينا مغارة هرقل. فدابا اخوان فرتونا غادي نعاودو نصورو لكم المغارة بالطريقه ديالنا وبالتصوير ديالنا. هذيك ديالي شفتو ديك كيخلصوا فيها واقيلا شي 10 دراهم عاد كيدخلوا. ما عليناش، حنا كنبداو بالحاجه ديال الدراوج ديالنا، فخليكم تستكشفوا معنا عند المغارة. دابا جبرتونا الاخوان في المدخل ديال المغارة، فيلا حنا نستكشفوها نعاودو نشوفو شنو كاين دابا. منظر واعر صراحة يا اخوان، ديك الديكور ديال المغارة بحال الخريطة ديال افريقيا. شحال من واحد في الغربة كيتمنى انه يبقى في هذا الموقع هذا لانه توحشوا. شحال من واحد عنده ذكريات واعرة هنا في المغارة ديال هرقل، خصوصا طنجة يعني شحال هادي. فكان عقاب باش كنشوف شي تصاور شي فيديو شحال هادي شي دراري كانوا كيصيفطيو من رافينا. دابا كنشوف منظر مهيب، ما عرفتش شكون اللي كيعملوا لها. كتبقى طنجة يعني صراحة في المغرب هي رقم واحد في السياحة. المهم الاخوان كما كتشوفوا معنا مغارة وسعوها زادوا فيها شحال من حاجة، والاضاءة ما كايناش فغير صبروا معنا والسلام. فهمتوا كيفاش هادشي اللي كاين. المغارة كتقطر فيها شي بارتي مغارة كتقطر، وهنايا الديكورات حايلين. أنا الإخوان مغارة كما لم تروها من قبل، تصوير احترافي جدا جدا. رحلة البحث عن هرقل العظيم هنا في هذا القفص السري. صراحة لا نعلم لماذا شدوا هذا الباب هادي. يرى اجي غندرنا
لازلنا كنكتشفوا هذه المغاره هذه وتكتشفوها معنا اللي ما عمره ما شافها لاول مره. واخا الاضاءه قليله هنايا الصراحه، ولكن عطات واحد الجو مزيان كما كتشوفوا. كاين ديك الديوات كتحس بالمغاره مهيابه، تسمع ديك الصوت ديال المدارس واحد الديكور واعر صراحه. هذا واخا قالوا عليا شي هضره الناس تحركات والله اعلم، ولكن المهم نادم يجي يطلب السلام. هادشي اللي كاين. ها هي المغاره من الوسط، وهذيك الجهه كانت واخد الضفه الثانيه. وهنايا كما كتشوفوا الوراء ديك بوابه افريقيا. واحد ملاحظه الاخوان صغيره بزاف، وهي صراحه حنا كنتوحشوا اشقر ديال شحال هذه اللي كانت شعبيه وفيها البساطه، وملي كانوا باقي قهاوي شعبي بحال الشغل ديال حافه. دابا رجعت لوكس، يعني ما بقاتش فيها ديك الحلاوه ديال شحال هذه. كندوي طنجه هو ديال شحال هذه غادي يشاطروا للراي في هذه القضيه هذه، حيت اشقر رجعت يعني مودرنه بزاف بالبلعه ديال الزواق. وبالنسبه للقهاوي راه فين رجعوا لوكس، فاحنا كنتوحشوا اشقر ديال شحال هذه اللي كانت غير قصاب وكتطلع على بحر. كان واحد الجو واعر بزاف بزاف. ما علينا، المهم هذه هي طنجه الكبرى. وحنا محدودين في مدينة طنجة، حتى عندنا جدة البحورة، وتعتبر محيط أطلسي من أخطر البحورة يعني اللي في العالم. يعني بزاف الناس ما كيعرفوش الخطورة ديالو، كل عام كنسمعوا بنادم كيغرق. ما علينا ماشي هو هذا الموضوع. الجولة كانت صراحة مزيانة، معنا شحال اللي وصلت لهنايا. المهم بلية ديال الصيادة كما سولوا الناس اللي باقيين كيجيو يصادوا، هي هواية وبلية في نفس الوقت. عجبك الفيديو خلي معك واحد لايك. اول مره تفرج فينا ما تنساش تشترك في القناه. اصدقائي صديقاتي، هنا كنوصلوا لنهايه الفيديو ديالنا. كنتمنى ان الاعجاب ديالكم، ومرحبا بكم من هنا المغرب الاشقاء. حتى نتوما تستكشفوها بعينكم. الفيديو تسالى اراء اخر. السلام عليكم.